ايوه يا جماعه، احنا كده في نظر افريقيا احنا الكبار، احنا 7 بطولات. كل اللي لاعبنا لازم يكون عامل حسابه ان هو هياكل النجيله، لان عارفنا ان احنا ابطال افريقيا. هقربها لك اكتر. اما الاهلي بيلاعب اي فريق محلي في الدوري المصري، الفريق دون بياكل النجيله امام الاهلي عشان عارف نفسه بيلعب امام الاهلي. لما الزمالك بيلاعب اي فريق في الدوري المصري، الفريق دون بياكل النجيله علشان خاطر عارف نفسه بيلعب مع نادي الزمالك. يبقى احنا كده بالظبط في نظر افريقيا مصر هي المتسيده للبطولات الاكثر في افريقيا. يا جماعه، بعض النقاد وبعض الاعلاميين الرياضيين مش هيوصلوا لكم المعلومه الكامله على المنتخب المصري، مش هيكلموكم ايجابيا على المنتخب المصري. ده كله ليه؟ لان حضراتهم ما حضروش للبطوله من قبل ما تبدا. تكسير تكسير تكسير، الاختيارات تكسير، اللعيبه تكسير، الجهاز الفني تكسير. فبالتالي بعد ما البطوله بدات هيجيب لك سلبيات المنتخب علشان خاطر يقول لك انا كنت صح من البدايه، اني انا ما كنتش مقتنع لا بالجهاز الفني ولا باللعيبه ولا بالاختيارات اللي عملها الجهاز الفني. فدول مين اللي شايل بعد كده في النهايه الشيله دي؟ هو الجماهير المصرية اللي بتتحطم معنوياتها من قلة من الإعلاميين والنقاد اللي هم ما عندهمش نقد بناء، عندهم نقد هدام، دايما يشوفوا السلبية فين ويتكلموا عنها. طب والنبي الهدف الأول المفروض إيجابية، نتكلم على الهدف الأول ونشيد بيه. الهدف الثاني ياسر إبراهيم اللي هو بالنسبة لي حاجة عظيمة جدا، جابه بطريقة خرافية بدماغه أو بالهيدز في الجول، جول دول مش حاجة إيجابية. لما الهدف الثالث يجي عن طريق لاعب عالمي أسطورة بحجم محمد صلاح والنبي دول مش إيجابية. طب ليه ما بتذكروش الإيجابيات دي وتذكروا التشكيلة مش عارف مالها؟ حسام حسن عمل كده، حسام حسن ما خرجش فلان ليه، حسام حسن عمل التشكيلة دي على أي أساس؟ فهتلاقي الإعلاميين دول هم اللي كانوا بيكسروا في الجهاز الفني وفي الاختيارات للجهاز الفني من قبل البطولة ما تبدأ، هم اللي بيعملوا النهاردة السلبيات اللي موجودة في المنتخب المصري. المنتخب المصري فيه سلبيات، فيه سلبيات، ولكن فيه إيجابيات أكثر من السلبيات. الناس دي مش هتتكلم على الإيجابيات دي. الإيجابيات دي منها إنك أنت صعدت أول المجموعة، الإيجابيات دي منها إنك أنت تفوز على بنين اللي هي محضرة ليك تماما وكالة النجيلة فعلا، تفوز عليها 3-1. لذلك بقول للجماهير أنت في النهاية اللي هتشيل الصدمة، ما تكونش ورا إعلامي زي دول، لأن الإعلاميين دول عاوزين نسبة مشاهدات، عاوزين فلوس، والفلوس زايلة في النهاية. إحنا 120 مليون نهد جبال، فما بالك لما أنت 120 مليون بتضغط على 28 لاعب. فيا جماعة احنا اضعاف المنتخبات العربية، يعني المغرب 38 مليون، احنا اضعافها 3 مرات. تونس 12 مليون، يعني مهما هيتكلم الاعلام على ال 28 لاعب بتاعهم مش هيكون مؤثر زي 120 مليون على المنتخب المصري.